السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأصدقاء الأعزاء، كي جايين بخير؟ هانية واش مزيان كلشي هذا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة مزيانة إن شاء الله. المهم بالنسبة لفيديوهات إن شاء الله راه نكملوا الشروحات ديالهم. المهم يسمح لي بزاف خصوصا مع الخدمة لا إله إلا الله صافي. والله العظيم إذا كنسجل لكم هذا الفيديو هذا من الخدمة يعني ما كاينش الوقت باش نسجل داكشي، باش ناخذ هاد لا بيريود هادي باش نسجل لكم الفيديو، خصوصا نتوما متبعين الامتحان ان شاء الله. غنشرحوا فيه هذا الدرس هذا اللي هو الدرس ديال روسيا ورهانات التحول. الدرس اللي ساهل بزاف، غادي نحاول نشرحوه. كاين في المدخل ديال الجغرافيا، نحاول نشرحوه مزيان بسيط، ما فيه شي حاجه. المهم ما نطولش عليكم بزاف ديال الهضره، ندخل ديريكت في صلب الموضوع ان شاء الله وخليكم معايا. عدنا ونعود احمد كما تنقولوا دائما. المهم الدرس اللي هو روسيا ورهانات التحول. هذا الدرس هذا غادي نهضروا اول حاجه على المقدمه. المقدمه هي اللي غادي تعطينا الخريطه، كما تنقولوا ديما المقدمه هي الخريطه نتاع اي درس، هي الخريطه ديالنا اللي غادي توجهنا اشنو الحويجات اللي خاصنا نعرفوا في هذا الدرس، اللي اساسيين خاصنا نكونوا ضابطينهم صافي. منذ سنه 1985 عرف الاتحاد السوفيتي تحولا سياسيا. الاتحاد السوفيتي تنهضروا على روسيا، متفقين؟ من 1985 عرف الاتحاد السوفيتي تحولا سياسيا واقتصاديا انتهى إلى تفككه وظهور روسيا كدولة مستقلة سنة 1991. مزيان، غادي نعرفوا اشنو هو الخصوصيات هذا البلد المستقل، اشنو هو شكون هو البلد المستقل اللي هو روسيا، وما التحولات التي شهدها. نعرفوا الخصوصيات ديالها تاع روسيا، ونعرفوا التحولات اللي شهدتها روسيا، وشنو هما المشاكل التي ما زالت باقي كتعاني منها روسيا. متفقين؟ ثلاثه ديال الحويجات اللي غادي نعرفوا كما قلنا. اول حاجه اللي هي خصوصيات ديال روسيا، ثاني حاجه هما التحولات اللي عرفتها روسيا، ثالث حاجه نعرفوا المشاكل اللي باقي كتعاني منها روسيا. اول حاجه كما قلنا هما الخصوصيات تاع روسيا. الخصوصيات تاع روسيا تنقسم لجوج ديال الاقسام، قسمين. القسم الاول هو الخصوصيات الطبيعيه والبشريه، والقسم الثاني هو الخصوصيات الصناعيه. مزيان، بالنسبة للخصوصيات الطبيعية والبشرية، روسيا بلد شاسع الأطراف يغلب عليه طابع الانبساط. مزيان، بالنسبة لروسيا هي واحد البلد اللي شاسع الأطراف تغلب عليها طابع ديال الانبساط. متفقين؟ تحيط بهذا البلد هذا مرتفعات من الجنوب الشرقي والشرق. المناخ ديال تاع روسيا كيدير، حنا نهضروا على الخصوصيه الطبيعيه، كيدير المناخ ديالو كيدير بارد كلما توجهنا من الغرب والجنوب نحو الشرق. الا بقينا غاديين للشرق تلقاو انه غادي يبرد اكثر واكثر. كما تنعرفوا روسيا يعني باش كتميز بالثلوج. مزيان، يعني المناخ ديالها بارد جدا. يتطابق في توزيع السكان. دابا سالينا من الخصوصيات الطبيعيه، دابا غادي نهضروا على الخصوصيات البشريه. يتطابق في توزيع السكان مع توزيع الامطار، يعني بحال يعني التوزيع ديال السكان مع توزيع ديال الامطار، حيث يستقر معظم السكان في اقصى الغرب والجنوب الغربي، وتكاد تكون المناطق الاخرى فارغه. يعني الناس فين كاين في بلاصه اللي فيها الامطار، علاش تما غادي تكون سميتو تكون عندهم الفلاحه مزيان، يعني كلشي غادي يكون عندهم مزيان. متفقين؟ يعني فين كاين الامطار فين كاينين الناس. هادو هما الخصوصيات الطبيعيه والبشريه. ندوزو دابا للخصوصيه الصناعيه. الخصوصيه الصناعيه باش اشنو قالوا لنا فيها؟ قال لك تنتشر المناطق الصناعيه. فين كاينين المناطق الصناعيه؟ فين تنتشر؟ بالنسبه للمناطق الصناعيه الكبرى، تنتشر المناطق الصناعيه الكبرى مثل باكو 1 وباكو 2 في الجنوب. فين بلاصه؟ في الجنوب الغربي للبلاد، في الجنوب الغربي ديال البلاد هي فين كاينين هاد المناطق الصناعيه الكبرى. وتكاد المناطق الشرقيه تكون خاليه من الانشطه الصناعيه. هي ماشي خاليه، ولكن هي فيها شي حويجات قلال، فيهم شي انشطه صناعيه قلال ماشي بزاف. متفقين؟ ومعظم هذه الانشطه يتركز على استغلال الثروات الطبيعيه كالبترول والغاز والخشب. يعني معظم ديال هذه الانشطه الصناعيه يعني علاش تركز على استغلال الثروات الطبيعيه. عندهم ثروات طبيعيه كثيره، بحالاش عندهم بترول، عندهم الغاز، وعندهم كذلك الخشب. مزيان. المهم هادو هما خصوصيات ديال روسيا. كنتمنى تكونوا فهمتوهم. خصوصيات يعني هما السمات، هما شنو هما الحويجات اللي تتميز بهم روسيا، شنو هما الحويجات اللي عند روسيا. متفقين؟ يعني هضرنا على الخصوصيات الطبيعيه والبشريه، وهضرنا كذلك على الخصوصيات الصناعيه. دابا ندوزو اشنو هما التحولات اللي عرفتها ولا اللي شهدتها روسيا. بالنسبه للتحولات غادي نهضروا على جوج ديال التحولات. التحولات التي عرفتها روسيا في نهايه القرن 20. الا قال لك الزمن في انتاج شهاده طرا في القرن 20 اواخر ولا نهايه القرن 20. التحولات كاين عندنا التحولات على المستويين التنظيمي والمجالي،
وكذلك عندنا التحولات على المستويين الاقتصادي والديموغرافي. الديموغرافي هو تنهضروا على السكان، متفقين. التحولات على المستويين التنظيمي والمجالي، يعني بعد مرحله النظام الاشتراكي، بعد فسرت المرحله ديال النظام الاشتراكي، دخل الاتحاد السوفيتي بدايه من سنه 1985 مرحله نظام البريس ترويكا. هذا النظام هذا باش كان يتميز ببدايه ديمقراطات الحياه السياسيه وتبني سياسه الشفافيه. كانت عندهم سياسه الشفافيه. ولكن من بعد ابتداء من سنه 1991 هنا بانت لنا روسيا ولات على شكل بلد مستقل كدوله مستقله بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث انه اتجهت البلاد الى الخوصصه وتحرير الاسعار والاجور. مزيان، اتجهت البلاد الى الخوصصه، يعني اي حاجه الا انها دايرينها بريبي، كل واحد عنده شركات، كل واحد عنده مشاريع ديالو خاصه به. مزيان، وتحرير الاسعار والاجور. مزيان. وعلى المستوى دابا هضرنا على المستوى التنظيمي، نهضروا على المستوى المجالي. على المستوى المجالي روسيا شكلت لنا روسيا شكلت اكبر بلد من البلدان اللي استقلت في ديك الساعه فاش نتاع الاتحاد السوفيتي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وبقيت عاصمتها موسكو. يعني روسيا كانت هي من اكبر البلدان، متفقين. مزيان، هادشي على المستوى المجالي. دابا غادي نهضروا على كما قلنا غادي نهضروا على التحولات على المستويين الاقتصادي والديموغرافي. دابا سالينا المستوى المجالي، ندويو على المستوى الاقتصادي والديموغرافي. اشنو طرا فيه؟ غادي نعرفوا شنو وقع. شويه دقه حنايا كاع نلمسوا. اسمع، دابا غادي نهضروا على المستوى الاقتصادي. نلمسوا هذه التحولات. فين تتبان لي ان هناك تحولات على المستوى الاقتصادي؟ فين كتبان لي؟ في الارتفاع ديال عدد المشغلين بالقطاع الخاص. ارتفاع عدد المشغلين بالقطاع الخاص مقارنه بالقطاع العام. مزيان، هنا تيبان لنا ان هناك تحول على المستوى الاقتصادي. وكذلك فينا بلاصه في ارتفاع الصادرات، يعني البلاد ولات تصدر بزاف، يعني الصادرات ولاو كثار. مزيان، هذا هناك تحول، متفقين. هنا فين تتبان لي التحول؟ تتبان لي في الارتفاع ديال عدد المشغلين بالقطاع الخاص مقارنه مع القطاع العام، وكذلك ارتفاع ديال الصادرات. مزيان. ودابا نهضروا على المستوى الديموغرافي. بالنسبه للمستوى الديموغرافي شنو هما التحولات اللي وقعوا فيه؟ يعني المستوى الديموغرافي وقع تراجع في النمو السكاني، وذلك بسبب الازمه الاقتصاديه وتدهور النظام الصحي والحروب. يعني كان هناك تراجع في النمو السكاني، ما بقوش الناس تتزادوا، ما بقوش الناس يتولدوا بزاف، وهي كلها عوامل رافقت فتره التحول التي عرفتها روسيا. كامل هما تاع الفتره ديال التحول اللي عرفتها روسيا. دابا عرفنا شنو هما التحولات اللي وقعوا لروسيا في نهايه القرن العشرين. التحولات على المستوى التنظيمي، على المستوى المجالي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الديموغرافي. دابا نهضروا على بعض المشاكل التي يعاني منها روسيا. شوف الدراري الله يرجع لكم، يعني ما تبقاش تشوف الدرس، ما تبقاش تتمرض معاه راسك وتتحمق معاه وتتمشكل راسك. لا صافي، حاجه فهمتي اش فهمتي انت، فهمت هاد الحوايج هادي ونوض نايض. شي بقى تمرض راسك ولا تبقى تبشقل مع المعلومه. شوف داكشي اللي فهمتي دخلو للراس، اسهل هذا ماشي حاجه. اشنو هما المشاكل دابا اللي نهضروا عليهم؟ اشنو هما المشاكل التي يعاني منها التي تعاني منها روسيا؟ هنا عندنا جوج ديال المشاكل، مشاكل اجتماعيه ومشاكل بيئيه. مزيان، بالنسبه للمشاكل الاجتماعيه تباين الدخل الفردي من منطقه لاخرى. يعني كنا نقولوا تباين اختلاف، يعني واحد المنطقه مثلا نعطيكم مثال، عيب مراكش المهم غادي نهضروا على واحد البلاصه شعبيه مثلا بحال دواريزيكي، ونهضروا مثلا على واحد البلاصه اللي فهمتي فيها الناس ديال اوليبا واللعيبات اللي هما كنقولوا بورجوا، ماشي بورجوا ولكن غير كاين واحد التباين، فهمتي، كاين واحد التفاوت. يعني مثلا بحال كيليز ودواريزيكي منطقه شعبيه، يعني الناس اللي كيسكنوا فيها ناس بسطاء، ماشي شويتين اللي لاباس عليهم. حنا ما بغيتش نعمم، فهمتي، كاينين شي ناس عندهم، فهمتي، ولكن كذلك الساكن في منطقه شعبيه. ما بغيتش نخرج على صلب الموضوع، غير باش نشرح لكم الدخل. يعني الصالير ديال مثلا تاع الناس اللي ساكنين في دواريزيكي ماشي هو الصالير تاع الناس اللي ساكنين في كيليز. يعني كاين تباين تفاوت اختلاف بيناتهم، ماشي بحال هادشي اللي نشرح لكم. كذلك تباين الدخل الفردي من منطقه
لاخرى، ماشي كلشي بحال بحال. هادو عايشين عندهم صالير طالع، هادوك عندهم صالير تيتخلصوا قليل. مزيان. عاد عندنا المشاكل البيئيه. المشاكل البيئيه التدهور البيئي بالمدن الكبرى بروسيا كما تنهضروا. بالنسبه للمدن الكبرى اشنو فيهم مناطق صناعيه، فوالا يعني تدهور باين. عندهم مصانع كبار، المصانع اش يديروا؟ شنو بيجوا لنا اللويز، بينتجوا لنا مثلا الريحه ديال الماء ورد، بينتجوا لك التلوث في المناخ. يعني هنا تيتسبب عندنا التدهور البيئي بالمدن الكبرى بروسيا. صافي هادو هما المشاكل. يعني بشوف باش نكونوا متفقين، عرفتي واحد البلاد مثلا قويه صناعيا، عندها مصانع كذا، عارف عندها مشاكل بيئيه من الاخر. خاتمة نختموا بهذا الدرس. بعد 70 سنة من النظام الاشتراكي وتأسيس الاتحاد السوفيتي، استقلت دولة روسيا واتجهت نحو بناء الاقتصاد ديالها على أساس النظام الرأسمالي واقتصاد السوق. يعني كانوا معتمدين على النظام الاشتراكي وتأسيس الاتحاد السوفيتي، ولكن رغم هادشي كامل استقلت روسيا واعتمدت لنا على النظام الرأسمالي واقتصاد السوق. مزيان. هذا هو الدرس ديالنا، ما فيه شي حاجه. كنتمنى تكونوا استفدتوا. مورا هذا الدرس هذا ان شاء الله راه غادي نشرح لكم مصر، وكذلك نشرحوا نيجيريا ويسر الامور. الله يوفقكم الدراري.